السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد كيك الشاي اللي هو بنكهه البرتقال او بالحامض، بمذاق اللي هو جميل جدا وغادي يعجبكم بزاف ويعجب حتى وليداتكم. الى اول مره تدخلوا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. وهذا هو الشكل ديالو. انا كنحط عليه العسل، كيعجبني بزاف. انا اي انواع ديال الكيك ديال الشاي نحط فوق منهم العسل بحال هكذا، كيعجبوني بزاف. تقدروا تشربوهم بالسيرو، ولكن انا ما شربتها حتى شي حاجه. دهنت في الوجه ديالها فقط معلقه ديال العسل ورشيت عليها الكوك. كتجي المذاق ديالها جميله جدا، مع خصوصا مع الحامض او الليمون. يا سلام. بصحه وراحه للجميع. نتلاقاو ان شاء الله في تحضير المكونات هذه الوصفه هذه، اللي هما مكونات بسيطين جدا جدا حبايبي. حبايبي الكرام، بعد ما حضرت المكونات اللي انا غادي نستخدمها في هذا الكيك هذه، اللي هما 5 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، كوب ديال الزيت كبير، عندي هنا علبه ديال الفانيلا ديال الموز، وكذلك حبايبي الكرام عندي كوب ديال السكر كبير، وعندي 17 غرام ديال البيكين باودر، وعندي حامضه او تقدروا تستخدموا ليمون، برتقال، اي حاجه بغيتوها، اي نكهه. انا غادي نستخدم الحامض اليوم. وهاد النوعيه ديال الطحين كتعجبني بزاف، اللي كتقدروا تستعملوه حتى في البسبوسه حبايبي. غادي نجمع جميع السوائل وكذلك السكر والفانيلا، رشه ديال الملحه في الخلاط، ونخليهم يتخلطوا مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضهم حبايبي. نحصلوا على واحد القوام اللي هو متجانس باش نقدروا نتحكموا في الكيك حبايبي الكرام، وباش كذلك يجي خفيف ومهشيش حبايبي. هاد الكيك هادي راه ساهله وتقدري تحضريها يعني في وقت قصير جدا للضيوف ديالك او وليداتك، في وقت قصير جدا. غير تتبعي الخطوات وغادي تعجبك ان شاء الله سيداتي. هنا حبيبي الكرام انا ضفت ليها معلقه ديال الخل. تقدروا تضيفوا الخل التفاح او خل ابيض عادي، ما كاينش مشكل بيناتهم، باش غير يحيد لنا ديك الزفر او ديك الزفوره من البيض. غادي نضيف ليه هنا كوب صغيور ديال الماء دافي، يكون دافي ضروري، وغادي نخلط مزيان. بعد ما خلطت الخليط مزيان حبايبي، انا كنحصل على هذا القوام هذا اللي هو متخلط مزيان بحال هكذا. ضفته هنا في هاد البول هذا، وفي هاد الطاسه اللي انا نخلط فيها باقي المكونات اللي هي البيكين باودر والطحين. هاد الطحين هذا اللي هو كريمي على شكل كريمه، ولكن كنستخدموه في الهيطاليه او المهلبيه، فهو جميل جدا. كيعطينا واحد المذاق فيه يعني زوين بزاف، وكنستخدمه بعض المرات انا في البانكيك كذلك.
وهذا هو القوام اللي لازم نحصلوا عليه، ما خفيفه ما ثقيله بين وبين. كيبان الشكل ديالها كريمي حبايبي، مع هي مضربه في الخلاط، وديجا انا خلطتها بالبول عادي يعني بحال هكذا بايدي، ما خلطتهاش بخلاط الكهربائي طحين وضفتها هنا. فهاد تقدروا تستخدموا اي قالب بغيتوا، انا استخدم قالب عادي حيت انا هاد الكيكه هذا ما غاديش نزينها يعني بشي هذا، غنزينها عادي حيت بغيت نشرب بها غير الشاي فقط. حيت كاينين انواع ديال لي كيك، كل الكيك عادي، ولكن انا كنت نستخدم بزاف ديال الشوكولات، ولكن اليوم انا غادي نستخدم هاد الكيك هذا اللي هو اسهل كيك بالنسبه ليا، وكنحضروا انا في وقت قصير جدا حبايبي. فنتمنى تجربوه، غادي يعجبكم بزاف. هنا بانت لي واحد الفراغ كديتو بالصبيعه ديالي، وهنا غادي ندخلها الفران حتى كطيب مزيان. كناخذ شي سكين او شي عويد كنشوفوها الا كانت ناشفه، طلعت لنا السكين ناشفه فهي طابت، كانت مازال. بالعكس ملي كتكون بحال هكذا ما خفيفه ما ثقيله، فاكيد هذا اكيد الكيك ما كيعجنش وكيجي الكيك مفشفش، وكذلك ما كيجيش معجن او مدقس. فعن تجربه حبايبي الكرام، وهذاك الكويس ديال الماء الفاتر فهو كيناسب اي نوع من الكيك حبايبي، وكيخليه باش ما كيكونش مدقس نهائيا. فعن تجربه اغلبيه الكيك اللي كنستعمل فيهم الماء طيب او الماء دافي، وهي من اجمل الكيك اللي ممكن تحضروها. وهنا حبايبي بعد ما خرجتها انا من الفران بحال هكذا، هذا هو الشكل ديالها حبايبي. غادي ناخذ معلقه وغادي نجيب العسل وغادي ندهن بحال هكذا غير داك الرويس ديالها. انا هنا ما غاديش نشربها نهائيا، غادي نضيف ليها العسل وغادي نسرحو بحال هكذا بالمعلقه من الفوق، باش ملي نضيف ليها الكوك او جوز الهند يلصق في الوجه ديالها ضروري. بحال هي سخونه كيذوب لينا هذاك العسل، فهي راه كتجي مفشفشه حبايبي، مفشفشه. وكذلك تقدري تستخدميها في كيكه الكريمه او اي انواع الكيك، تقدري تسقيها بالحليب وتضيفي عليها الكريمه من الفوق، فكذلك كتجي جميله مفشفشه رطبه. ولكن انا كتعجبني بحال هكذا من الاحسن الكيك ديال الحامض، او الكيك ديال الشاي او الكيك ديال البرتقال. ما كنضيفوا ليه حتى شي حاجه من الفوق عادي، يعني كنخليوه يعني طبيعي، كيكون احلى او اظرف كيف ما تيقولوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما رشيت عليها جوز الهند حبايبي. غادي نزينها بحال هكذا بالحامض. هذا الحامض هذا بحال هكذا تقدروا تزينوها باي حاجه، بالنعناع، بالحامض، باي حاجه عندكم في الدار. انا جهزتها عادي لانه في اللحظه اللي انا كملتها يعني كانجو عندي الضياف للدار، وكذلك طارت يعني بسهوله. ما تصدقوش يعني ما ضلتش لثاني نهار نهائيا. نتمنى تحضروها لوليداتكم بصحه والراحه. الى اول مره تدخلوا لقناتي ما تنساوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا باش يبقى يوصلكم جديد قناتي، وبارطاجي هذا الفيديو حبايبي الى كان ممكن فضلا وليس امرا. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. مكونات الوصفه غنخليهم لكم في صندوق الوصف باذن الله تعالى. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، في وصفه كذلك جديده. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه. الى اللقاء حبايبي الكرام.